فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. كيفية الرضاعة بالنسبة للكبير، نحن نعرف الصغير يرضع من ثدي أمه على أساس 5 رضعات مشبعات، كيف يتم الرضاعة بالنسبة للكبير؟ إذا وضعت بضع قطرات من الكأس لا يكون مشبع هذا. نعم. إيه. لا يسمى رضاعة. الإشباع بالنسبة للصغير كيف يكون؟ يرضع من ثدي أمه. إيه، هو بيرضعها فرد صاحبي؟ ما بيرضع. إيه، فرد صاحب ما في إشكال. إذا كان الرضيع الصغير ما بيرضع رضعة واحدة فرد مرة وفرد صاحبي، فأولى وأولى الرجل الكبير، يعني عدة رضاعات. كيفية الرضاعة مباشرة يعني. طيب ما بتسأل، لأن سؤالك الواقع كان ممكن لو كان مطلق أن يوجه عدة توجيهات، لكن لما قيدته ب5 رضاعات فمعناه حصرت السؤال. فالآن بدك تسأل بقى كيف 5 رضاعات، لكن هل تريد أن تقول هل يرضع منها مباشرة أم بواسطة الكأس؟ فأنا أقول لم ينقل إلينا فيما علمنا طريقة إرضاع زوجة أبي حذيفة لسالم مولاه، لم تقل لنا إلينا الوسيلة. وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من شو سماه حلمة، لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبل الممتلئ، قد يكون هنا فتنة، وهذا مو ضروري أن تجي تكتشف الدم منه، وإنما تكشف مقدار الحلمة هذه. والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة، لأنها سوداء قاتمة.